دايما في الاخبار كنا نسمع المؤشر الاساسي اي جي اكس 30 اي جي اكس 100 وصل مش عارف زاد كام نقطه اساس وده ناقص كام نقطه اساس. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني بص يا باشا، في 3 مؤشرات اساسيه في البورصه المصريه: اي جي اكس 100 واللي بينقسم لمؤشرين اصغر اي جي اكس 30 واي جي اكس 70. اي جي اكس 100 بيقيس اداء ال 100 شركه الاكبر في السوق المصري. اي جي اكس 30 بيقيس اداء ال 30 شركه الاكبر في السوق المصري. من حيث ايه بقى او بيطلع ازاي قيمه مؤشر اي جي اكس 30؟ هي عدد الاسهم الاجمالي لل 30 شركه دول مضروبه في نسبه الاسهم الحره للتداول مضروبه في اسعار الاقفال للاسهم دي، بيطلع لك قيمه مؤشر اي جي اكس 30 واللي بيعبر عن حركه السوق المصري اذا كان صاعد او هابط. اي جي اكس 70 شفت ال 100 شركه اللي موجودين في اي جي اكس 100 احنا خدنا منهم 30 شركه. اي جي اكس 70 بيتكلم عن ال 70 الباقيين، ولكن ده هيقيس ادائهم نسبه لحاجه واحده بس وهي اسعار الاغلاق فقط، ملوش دعوه بعدد الاسهم المتداوله او حجم او نسبه الاسهم الحره للتداول. اسعار اغلاق ال 70 شركه التانيين. ده ال3 مؤشرات اللي موجودين في البورصه المصريه، لازم كويس جدا نكون فاهمينهم. واكتر مؤشر بيأثر معانا فيهم او بيدل على ارتفاع السوق او انخفاضه هو اي جي اكس 30، والاثنين التانيين برضه مهمين. يلا سلام.